مدينة صباح الأحمد هي في الأصل نائية، ولذلك تحتاج إلى الخدمات، ومن ضمن الخدمات وجود جمعية صباح الأحمد التعاونية التي ولله الحمد خلال السنوات الماضية قامت بعمل كثير من الخدمات للمساهمين، وكذلك انتقلت ليس بالخدمات الأساسية فيما يتعلق بالجمعية، ولكنها نهجت نهج ما يسمى بالتعاون المؤسسي أو التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الشراكة الموجودة ما بين الوزارات المعنية وما بين إدارة ومجلس إدارة الجمعية فيما يتعلق في الخدمات التي تستطيع من خلالها أن تقوم في خدمة المساهمين والتخفيف عنهم وعن كاهلهم فيما يتعلق في توفير بعض الخدمات مثل توفير الممشى وتزيينه ووجود الملاعب، وكذلك وجود بعض الخدمات التي لا بد منها للإخوة المساهمين. فهذا ما دفعني ودفع لا شك الكثيرين على أن يحصلوا على شرف تمثيل مساهمين جمعية صباح الأحمد التعاونية في مجلس الإدارة، وتطوير العمل وتفعيل دور التعاون في مجلس الإدارة.